هذا هو المجلس الخامس من مجالس علم الفرائض. في المجلس السابق شرعنا في الحديث عن أصحاب الفروض. أصحاب الفروض شرحنا أولا ميراث الزوجين، ثانيا ميراث الأبوين، وختمنا بميراث الأم وبالمسألتين الغراوين. في مجلس اليوم مجلس الخامس نشرح إن شاء الله تعالى ثالثا ميراث البنات، رابعا ميراث بنات الابن. مثلا ديال المجلس عدان نشرح ميراث بركاز تمطوث، ما إلا دركاز يقموثن ذا شا ثور تمطوث، ما تمطوث يقموثن ذا شا يورث وركاز. من بعد نشرح ميراث الأبوين إمولان، الأب أكذ الأم، هكا بلا ما نعاود ربحا للزمن نروح مباشرة إلى النقطة الثالثة، ثالثا ميراث البنت. ما رديني ميراث البنت شو المعنى؟ يسمع شو يموثن باباس نظيماس خاطر ذيك العملية منطقية. ما رديني ميراث تمطوث يموت ورقازيس، ما ديني ميراث برقاز الزوج ثم تمطوثيس، ما ديني ميراث الأب معناه يموت ميس نغيليس، ميراث الأم ثموت يليس نغميس، ميراث الجد معناه يموت الحفيد، إما ذميس نميس نغ يليس نميس نغ ذميس ميس قليس إلى آخره. ياكل الاحتمالات لي بروبابيليتي، الاحتمالات إلى قد الحنت مليح. مرديني مثلا ميراث الأخت والتماس يقموثن ديكماس نغ ولتماس، إما ذي ولتماس تشقيق، إما ديكماس تشقيق، إما ذي ولتماس سباباس، إما ذي ولتماس ديكماس سباباس، إما ذي ولتماس يماس، إما ديكماس سيماس. معناه كل الاحتمالات لابد أن تكون حاضرة. ثم ديني ميراث البنت يقموثن إما ذي الأب إما ذي الأم. ميراث البنت لها ثلاث حالات. الحالة الأولى ترث فيها النصف عند انفرادها وعدم وجود عاصب. الحالة الثانية ترث البنتان أو أكثر ميراث الثلثين عند عدم وجود عاصب. والحالة الثالثة ترث البنت أو أكثر بالتعصيب عند وجود عاصب، طبقا لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن يليسن بنادم تسعة ثلاثة الحالات. الحالة مزوارث أتورث النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، أكيد نربي ترث النصف أندمي النصف ملمي مثل وحدس مولاش يدس جماس، مولاش يدس جماس ولاش يدس عاصب، ذا تورث ميراث النصف. مثلا ما يموت بنادم يجاد يليس يماس ثمطوثيس ذاذاس ثورة أي نغرى نزمر نجاوب فلاسن أنزوير ذي ثمطوثيس شحال تورث؟ ثيس 8 أن ويتيام الثمن لوجود الفرع الوارث. أن يغادر ذاذاس شحال راه يورث؟ أن سيزيام السدس فرضا أرمث شويط زائد الباقي تعصيبا، زائد الباقي تعصيبا. القرآن ربي ناد ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. كلمة ولد دريا نكون ذي عرفنا ذي الدرجة أسيني عندي زوج ولاد وزوج بنات. إنسان نورمالمون دي قرار هكا إلا قديني عندي 4 أولاد 4 للدريا أبري هذه الديتاي أديني السن وراش سنة تقشيشي، ولكن كوني عرفا ما راكيني عنده ولد صاب دير ذا قشيش خاطي ذا قشيش ما تقشيش. ربي الذي القرآن يوصيكم الله في أولادكم دريا
من بعد في كادر الديتاي يناد للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يفقنا غير الذكر أو الأنثى، أقشيش تقشيش. طيب ولكن ذي الشرع تسلمي الآية ذي السنة فقنا غير ما يمثيون يجد أميس أو كذفافاس أميس فافاس شحال راه ياوي في 6 فقط ان سيزيام. ما إلا واقي يموثن يجد يليس ودي جرميس يجد يليس مثلا يجد فافاس يجد يماس، يليس تساوي النص، فافاس ياوي السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا، معنى يرث بصفتين، بصفته صاحب فرض وبصفته عاصبا. أذ يورث سين وذماون وذمام زوارو صاحب فرض هذه هو سيزيام في 6. من بعد ذي يورث صفة النظام سوذم النظام اسميس العاصب هكا صافي. مثل الأم أتورث السدس فرضا هكا والآية سلامس. ثورة ذاكي أقلق ذي الحالة الأولى البنت أتورث النص موحد سيث لا الشرط مزوارو الشرط ويسين وإلا قرا ذي ليدس عاصب يعني إجماس. الحالة في السناث ملان السناث تقشيشين نغ كثر عند وجود ابنتين أو أكثر. شحال يورثوا؟ سناث يسيس نغ 3 نغ 4 أي ديجا نغ أكثر 2 تيير. بارك الله فيكم. 2 على 3 2 تيير. بعدين نخدم زيكزيرسيس يعني أنا خمشي ثورة بعض المسائل لكن بعدين نشرح تطبيقيا. طيب ما إلا يوني موثي جاد سنة قشيشين نغ 3 نغ 4 نغ 5 المهم سنات نغ كثر. أشحال ورثنت يسيس أذ ورثنت 2 تيير 2 على 3. الآية واضحة ربي نات يوصيكم الله في أولادكم، ربي توصيكم في الدريان من بعد نات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. السنات ما أكثر أذوينت المدينة وإن كانت واحدة فلها النصف. صافي. هذه الحالة الثانية فهمناها. الحالة الثانية ترث البنتان الصلبيتان أو أكثر نصيب الثلثين من تركة الميت المورث عند تعددهن وعدم وجود عاصب أو عدم وجود معصب. الحالة الثالثة حالة التعصيب. اسم حالة التعصيب بالغير. المصطلح لا ترمينولوجي مهمة. لهم يقارن عاصب بالنفس وقيل الصنف، لهم يقارن عصبة بالغير، لهم يقارن عصبة مع الغير. 3 يجي مخالف لدي 3 ذاكي ثورة نقرا غنتمسلي في الحالة الثالثة عصبة بالغير يعني ما يموثيون إيجاد أقشيش تقشيش معناه تتعصب به. عصبة كلمة عصبة فيها معنى القوة وتسد اللغة العربية تعصب خدما. وسورة يوسف اسمي سنان يوسف مثلي سنان سباباس فكار يوسف اثناويذنا هذه يلعب هذه مرح. من بعد إذا سوق هذه يتوشم هذا شو سنان أمشي الآية لا كان الآية الشيء أصلا مباشرة وغادي شو تمر شرير أردفير إناس لقد كان في كان مصحف في معمرين لقد المر شرير باش لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة بعدين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لنصيحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. قال إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عصبة وأنتم عنه غافلون. قالوا
يأكله الذئب ونحن عصبة أمشثي تشوشن نكوني جماعة قوية أريز مرارة أغتك سوشن ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون معنتها محالة في شوشن وتظام ثم شاوت أمشي تكمل إذن ثقشيش تتعصب سمحتي لي ممثي تعرفي النغ يقول ما ليس عايز السيس مرا ينوص وقشيش نغمي مدعوت الخاشن إن شاء الله هذا السعود يجمع السنت أثكنت في اللاس وكذا يجمع السنت يعني البنات يتعصبن بأخيهن سيجمع السنت يعني القوة وهذا هو المفروض ذي الواقع في ذي نظن اشتقي الظلام إذن ما إلا الحالة الثالثة يرثنا بالتعصيب سواء كانت واحدة أو أكثر يرثنا بالتعصيب بالغير طبقا لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين يعني ما يمثيون إجا دقشيش تقشيش ما يجاد 30 تزمرين 30 تزمرين أمشي نفضو 30 أكي أقشيش 20 تقشيش 10 وقيل معنى يس يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يوكل الحالة تاكي انت في المادة 144 الفقرة الثانية المادة 147 الفقرة الأولى والمادة 155 الفقرة الأولى من قانون 84/11 الجزائري. نفك ميراث البنات. فنروح رابعا ميراث بنات الابن. ميراث بنات الابن. مرديني ميراث بنات الابن ويقموثن إما جديس إما جدة السنت خاطر أنت مسلاي في يلي سنميس يعني يلي سنميس أمشى ثورث جديس الوقي تما شافت ميراث بنت الابن أنت مسلاي في ميراث الأحفاد بنت الابن يلي سنميس نغيسيس نميس نغيسيس براويس ميراث بنات الأبناء لهن 6 حالات تقي 6 حالات طبعا الطريقة اللي نعتمدوها لا ميثودولوجي نلحو درجة بدرجة سي السهولة بعد ذلك توعر شوط شوط ثورة نخدم 6 حالات ميراث بنت الابن. الحالة الأولى الحالة مزورث أتورث يلي سنميس سي جدس نا سي جيداس خاطر ميدنا غير سنميس معنى سي جديس نا سي جيداس إما من ميراث الجد أو من ميراث الجدة. الحالة الأولى ترث النصف بشروط أولا عند انفرادها وعدم وجود عاصب وعدم وجود حاجب وعدم وجود بنت صلبية واحدة. صافي ثورة ديجا الحالة الأولى لو بروميي كا إلى إسعى 4 شروط 4 شروط معنى يلي سنميس أتصور في النفس ولكن بشروط والسكارة غير مثلا الشروط كيما لا تنخاطي النوتير نغ المفتي نغ النوتير موثق ما ديفك الفريضة ولا قرا دي تغوال خاطي سلاقليس هذه وليك وقلان باش هذه زر اش سيفك صافي ذي الحالة ياكي يلي سنميس أتورث شي جديس نغ شي جداس النص وين ديجا بعدين وين ديجا كلش تامور تزمور تزمور ذي ذريمان ذي خامن سيحونا ثقين بعدا نهضر في الناس من بعد ذي الوقت باش نفهم جميع مكونات التركة التي شرحناها سابقا هي وعاء الميراث يدخل في الميراث ما راه دير النفس معنى نفس دي كلش أتروح على الزمور تساوي نص ثمور أتروح على الزمرين أتساوي النفس أتروح سي خامنة تساوي النفس النفس أم بعد الورثة اللي زريتي ساعة نحقد مسفغا إلا مقارنة مسفغ استعرفت اسميس التخارج التصالح وقال مسلي في اللاس إن شاء الله غرزداف صافي بنت الابن ترث النصف ب4 شروط. الشرط الأول
أن تكون وحدها عند انفرادها. الشرط الثاني ألا يكون هناك عاصب. الشرط الثالث ألا يكون هناك حاجب وتحجب يعني. الشرط الرابع ألا تكون هناك بنت صلبية. ولا قالت لي يليس الصلبية يعني يليس بني مثن معناه ذا عمتيس انت قال يورثن ذا عمتيس يليس بني مثن ذا عمتيس بقال يورثن انت قال يورثن. الحالة يقيس السد المادة 144 فقرة الثالثة. ثم الحالة الثانية. الحالة الثانية أدورثن تسناث يسيس نميس نغكثر سناث يسيس نميس ثلاثة يسيس نميس ربعان يسيس براويس ما إلا يساويس إلى آخره. أدورثنت شحال راه ورثنت دو تيير 2/3 بالشروط السابقة. معنى نبلو 3 شروط بلا عاصب ولا حاجب ولا بنت صلبية واحدة. ما يوني يموت إيجاد السناث قسيس نميس ذا شرا ورثنت صغورس أذ ورثنت 2/3 ذو قوين ديجا من أصل الميراث. الشرط مزوارو أذيرين السناث مغكثر. الشرط ويسين ولا قرا ذيلي السنت العاصبة قذيلي إما ابن وقد يكون أخا لهن أو ابن عمهن. بس هذا دقيقة جدا إما كان الشرط والثلاثة ولا قرا ذي الحاجب وثنتي حجبا خاطر الحجب معناه ما يحجب ورثن ترى. الشرط والأربعة ولا قرا ديج يليس ونا يموثن. هذه هي الشروط. المادة 147 فقرة الثانية إدوسا ذي القانون 84/11. الحالة الثالثة ترث واحدة أو أكثر ذاكي بالتعصيب عند وجود عاصب. ذاكي شرحناها لا ما شرحناش شرحناها قبل ذي البنت. إذن ترث بنت الابن أو أكثر بالتعصيب بالغير. وهذا العاصب قد يكون أخا لهن وقد يكون ابن عمهن وقد يكون أنزل منهن إذا كنا في حاجة إليه في مسألة تسمى القريب المبارك. ذاكي ثقيت ديال المادة 155 الفقرة الثانية. ما إلا يوني يموت إيجاد يليس نميس أكو ذميس نميس صافي ميم قراد ماشي شرطة ديال ذات مثلا سمحتي يجمثنا ذمي سياسين وراوي واقي إلا غرس وقشيش واقي ثنا غرس تقشيش مري ورث من كيني ثقي أيد قار جدي واقي أيدي قار جدي صافي ذا شوية ثقشيش ثقي يلي كشيني ذا شوية ميس عميس أما كن دا غيزمر أتسعو كماس ذيهن أتسعو كماس سيتادير سالسين تقشيش أكد وقشيش صافي بنت ابن كشين السيد أميك ابن ويزمر ذا الصعود يلي ذا بنت ابن صافي ذا شو السيد ثوران كيني أيد قارنك جدي صافي تركت ابني ابن وبنتي ابن سن براش براويو أكد سنث يسيس براوي هذا هو. لذلك قلت لكم العاصب قد يكون أخا وقد يكون ابن عم. في هذا المثال الأول واضح هثان أرمياكي يسا ثقشيش صافي يليس انت يمكن يجديس يمكن قرغس يليس نمي شفوثاس مياكي يسعى قشيش ميس ذميس نمي صافي مي يموت غنكيني امشي راه يورثن اذ ورثن بالتعصيب
أين تجي غنكيني ياك ما ذنيثني كان يدي تجيغ أثنى ذورثن كل شيء ديفيزي بار تروا أقشيش هذيوي دو ثاقشيش تساوي يون أكيد دين ربي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين المستفهام هذا إما إلا جيغ دي السيس نمي أو كذراو نمي أتصيلسن أثن جمعاك ذي 6 سنة ذي 9 ذي 10 أنطبق لا راكلاكي مكولا قشيش سنة قشيشين هكا تجد الآية للذكر مثل حظ الأنثيين ولكن إلا ديتاي ميدنيغ الابن المبارك مثلا شوفوا تسكن القيمة ليكزومبل باش نستو يرى مياكي ساعة قشيشت صافي يلي شحال قلان امي يلي اسم امي ذايا يزمر مياكي يسعى ميس اميس مياكي يسعى ميس صافي يفعل بارابور ذاك يفعل ولا يفعل يفعل خاطر مشى ديني نتساتا ديني بنت الابن سين بنت الابن ماذا قاديني ابن الابن صافي يفعل ماشي مام قراد اكو ذي اللي سنمي مي لو دا اتحويج ملمي منك تجي سنتي السي ساعة سنتي السي ذاك سنتي السي هذا وينت دوتيير 2/3 صافي اين دين ربي القران بوينت لي دوتيير يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك يسي بوينت دوتيير يلي سنمي ما تدي والو أي غار خاطر ساعة ممتيس خاطر يسي لا ممتيس هكا ولكن الزمر يلي سنمي أتورث ملمي فرما إلا مي سنمي إيفان خاطر ميم قراد إما إلا مي يفعل مالغري رغم ذلك أتورث أمشي السمان إمي سنميك خاطر كشذمي ميك ساض ميك نيس عن ميس يفعل مادام السوفيتيد وقال اسميس الأخ المبارك يسعى البركة مثلا سعى البركة القريب المبارك سيت ان ديتاي بعد تفتح يعني زيكرسيس انت نشرح ان شاء الله ثقي الحالة الثالثة ثم نروح الحالة الرابعة ذي الآية ربي نات تبعوا مليح يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ربي يفرد دو تيير يفرد ان سيزيام يفرد ان دومي ذاكي ثورة هذا اللي غير السبورة أدخل مسألة ميون ديون لقد ذكر أيدي عيون ذيس وين يسن الرياضيات يسن يعني أذكر خمم مثسي ما دخل المسألة طيب القرآن شو دينا فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف المعنيس أكا ان دومي زائد إيجال تسكيد الآية أكيد نربي يفذرد دو تيير يفذرد ان دومي يفذرد ثلثان وكذ النصف صافي ثقي معادل ذات المجهول الواحد معنى واقي سين معنى مجهول ثورة أمشي راه نزر خاطر ذاك يسمح فيه البنت هاتسا ثقي ذي البنت ولكن بنت الابن فوين ترك انزرارة السين
ونزال شحال تورث ربي يفذر دو تير يفذر دان دومي سينا كام كاسيد ناف تاقي سميس المعاداة المجهول واحد يونسي الإخوة يولاد ديكار ذاك سيدي استفهام تفضل المخرج سفهميتيد باش تفهمن قبايلي استعرف سطرميتي المهم تفهمن افكار في رواقي اي لا قيل قد الصوت خاطي يمكن ماشي كيهضر كنستعرفوا ايوه. السلام عليكم. تلقى معادله من الدرجه الاولى ذات المجهول السين. دونك الحوايج نحسب السين هاكي. دونك السين دونك سين يساوي 2/3 ناقص وكما الدول الرذاقي الاشاره نسبه تلاقي في البيس راس الموا دونك ناقص 1/2 ناقص 1/2 دونك ذاكي سين يساوي ذاكي نساعد 2 تيار موان 1 دومي. انا خدمت واحد من المقامات سي 6 دونك 2/3 ملتيبلي فوا 2 و1/3 ملتيبلي فوا 3 دونك نساعد ذاكي 2 ملتيبلي فوا 2 moins 1 multiplié fois 3. Donc après le maqam, c'est 3 fois 2. Voilà. Non, c'est ça, on va parler d'étape après. Donc يساوي 2 fois 2, c'est 4. Moins 1 fois 3, c'est 3. Donc 3 fois 2, c'est 6. Donc 1 sur 4 moins 1 moins 3, c'est 1. Donc 1 sur 6. Donc la question يساوي 1/6. هذا اساسي. لكن ثورة مالا في الميثود مام ديال المات ما فالخ التحقيق غنكتب 1/2 1/2 زائد س دونك 1/2 زائد 1/6 نزيد نحسب دونك 1 sur 2 باش هذا يغال 6 وقت ملتيبلي فوا 3 دونك لاقي فوا 3 لاقي فوا 3 هكا اون بو لاقي فوا 3 لاقي فوا 3 دونك هذا يغال 3 فوا 1 سي 3 زائد 1 على 6 صافي شحال يغال 4 sur 6 4 sur 6 ما لا نقسم هذا يغال 2 تيار اختزال simplification دونك هذا التحقيق هذا دونك نفاد دو تيرنين هكا قنص تحقيق باش نولي اسكو السين هذا الصح سي ان سيزيام. طيب بارك الله فيك. طبعا اش داير داخل مجموعه الاورديناتور الصحه اذا سيناكي ثوره سيناكي المجهول ثوره تنكس لم يعد مجهولا ثوره يغال زال المجهول صافي ان سيزيام. هذا بنت الابن ترث هذا صافي الايه من السلام دي سوره النساء تفكير المعادله من الدرجه الاولى المعادله المجهول واحد ربي نات وإن كانت واحدة فيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك دو تير وإن كانت واحدة فلها النصف صافي قيمة لو انسيزيام دينار القرآن أي السفرض عن طريق المعادلة أما كثوالام يخدم الطريقة شكرا بطريقة مرحلية متدرجة يخدم ذاك التحقيق اسمي خدم التحقيق وحد المقامات عادي يوضد 4 sur 6 طبعا لابد ان تختزل كات يعني المضاعف مشطوح 2 4 تقبل قسمة على 2 4 ديفيزي بار 2 ها تنتيه 6 تقبل قسمة على 2 يساوي 3 هاي دو تير معناها محققة ثقي اسميس ثقي الحالة الرابعة هذه هي الحالة الرابعة من حالات بنت الابن وقد وردت في القانون الجزائري في المادة 149 الفقرة الخامسة إدوسا الحالة ياك نغد شحال مرض في المواد القانونية باش يكون دي نغد
أين كاين إلا ندير القرآن وكذي السنة إلا ذي القانون سوا سوا إلى حد الآن سوا سوا يعني الارتيكل دو القانون يبوسي قانون ارتيكل ذايا ولكن تندير القرآن تندير السنة والقانون يوكل في الناس. طيب ثقي ذي الحالة الرابحة. الحالة الخامسة هي حالة الحجب. أدورا لما القيم كان داكي ذمي يلي سنمي نهضر في اللاسة يلي سنمي بنت الابن واتي حجبا ولكن حجب حرمان تحجب حجب حرمان تحجب بالابن تبعني مليح اديني غير الابن ايغا ماشي شرط نساء حميس مي بارابور غوري ذمي صافي إن كيني تجي غدمي تجي غد يلي سنمي صافي ذمي إكزوارا مي سواليا بابا يلي سنمي سواليا جدي صافي نساو ثوتي حجبن دعميس من كلام كادنيني تحجب بنت الابن بالابن خاطر دائما النسبة تعود إلى المورث. سمحوا لي نفتح قوس. أحيانا حينما تطرح قضايا الميراث ربما السائل لا يعرف طريقة سليمة لطرح قضيته. هي المفروض دائما تطرح القضية بنسبة الورثة إلى مورثهم. في كوالد يسوي يحكوا ثم شهود الميراث إلا قال يسوع الميثود ما كيدي سقسي أكيد مثلا يموت جيد كيني يجد ولتما يجد هي ماشي هكا إلا قد يني أكيني يموت جد ولتما يجد يما يجد عمتي إلا قد يني شو دي جاوين يموتن هكا ولا ديري يجد يما أدي يجد تمطوثيس أكيد إلا قد يني أكيد إلا قد باش تفهم تمثلت مليح خاطر تمطوثيس يزمر سي تمطوث باباس ولا لا ماشي شرط دايما يماس وين كيدي استقسام يزمر تمطوث باباس يقلان ماشي يماس نسا يماس تموت قبل باباس صافي نسيتي ورثن ولكن باباساكي يعاود جوج يسا تمطوث صافي يمشي قال قد يفكا استقسي اديني يموت بابا اكيد ود يجا ايجاد تمطوثيس صافي نكتب زوجه ايجاد ثلاثه وراويس بما فيهم السائل ايجاد 4 يسيس ايجاد ولتماس ايجاد اجماس واش يقرا ايجاد عمي ما ينفعش الطريقه يقول زعما تفضي مانيك يزماك خرف انتك سورتو تمثلني يعني كومبليكينا كني وعر لذلك النسبه دائما تعود الى الميت المورث. نقول اذا الحاله الخامسه ادعو ذا بنت الابن محجوبه حجب حرمان تحجب حجب حرمان اولا بالابن سواء كان الاب نتاعها ولا عمها هكا مستفهم ذا غتوحجب بابن الابن الاعلى منها بابن الابن الاعلى منها. اما كي درنا هذيك الحاله هذا القاعده الاصليه توحجب جيغ ديال اللي سنمي هكا نو جيغ مثلا يلي سنمي صافي تبعد ذمي سنمي اري حجبن يلي سنمي معناه ذاك ذي الميزان ما نفس الدرجه تورث ولكن ما الا يزواريت اتيحجب وإذا غتيحجب تحجب بالبنتين الصلبيتين تحجب بالبنتين الصلبيتين كما ذكرت المثال ما إلا تجي ديال اللي سنمي ولكن تجي السنة يسي نغشطر في يسي صافي ذا عموم ثيس وري يسي سنمي يعني يسي كيني أذ حجبنت يلي سنمي نمسفهم سوى ذكيوث الحالة ما إلا تجي غد أميس نمي نغميس نمي وقيوم يسمى القريب المبارك هكا هذا تيجا داكي حالات الحجب.
فقط هذا ما كان. ثورة في الحالة تسد المادة 163 من القانون 84 11. ثورة الحالة السادسة، بعد نروح المسائل. الحالة السادسة الحالة في 6 ثقي تنزل بنت الابن منزلة مورثها الذي مات في حياة جدها أو جدتها بشروط التنزيل الواردة مفصلة في قانون 84/11 المادة 169 170 171 172. أشو دنيا ثورة يلي سنمي أتورث طريقة التنزيل قبيلة وزو معليش في نظر قبل استقبال تجديث بعد نوالر الشرعي أمش خدمني مغار نزيه ثورة هذا أنطف كالمثالني ذي اسم قبارث إمو ثمي صوزي العمري صوزي العمري من بعد ذيما جراون ما راه نطلغمي أتحضرم ياكو ذي اسم قبارث هذا كونينيغ مياكي يموت الحياة سيو صافين كيني نطلغمي أكون دينيغ أتشهدم أثان الزيغ يلي سنمي ذو مكان نمي. فهمتوا؟ وصية معنى عند وفاتي أنا كجد، عند وفاة ابني ترك بنتا، نقول لكم بحضور الجميع اشهدوا بأنني نزلت نغرست الزير، نزلت بنت ابني في مكان ابني، نزلتها منزلته. الوغ دوا كي نموت انايا ما يجيوش العموم هذوك يمنعوها يحرموها، ما يجيوش، خاطر نتوما تشهدوا باللي درت لها وصيه نزلتها. طبعا بلا ما ندخل في المصطلح الخلاف في المعنى في المصطلح يعني بين التنزيل والوصيه الواجبه، هذه تفاصيل ياتي بيانها في الوقت المناسب. معناتها هكذا بلا ورقه بلا والو. كي نموت انايا لو كان يجيو ولادي باش يمنعوا بنت خوهم من الميراث، انتم تشهدوا تقولوا حبس احنا حضرنا في الجنازه في المقبره باباكم غرس بنت خوكم في بلاصه خوكم، يكفاو. معناتها ذي زيك يمغارن حرشن مليح زيك وسن تصروح على ثاقي نفاثيد تظن الراو براو نسن ذو مكان براو نسن مرمثن وراو نسن دي الحياة نسن نورمالمون السلمك والزوياك ما يفاث جديسن يزاثن ذايان بلا الكاغض بلا والو ميثورة والزوياكي يغال سيس من القانون ماشي المادي ينطق جديس زيك قبل 84 افون 84 اكزاكت 9 رمضان 1404 للهجرة الموافق ل 9 جوان 1984. هذا هو قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 05/02 المؤرخ في 27 فيفري 2005. تقول لي ريفيرونس لا لوا باش كتسلم يعني واضح. وطبعا هذه القوانين سادة الكرام خاصة بالجزائر، هذا قانون جزائري. وطبعا والقياس بالنسبة للقوانين المستمدة من الفقه الإسلامي والحمد لله موجودة بدءا من قانون 1917 الصادر في ظل الدولة العثمانية الذي يسمى بقانون حقوق العائلة، ثم صدرت بعد ذلك قوانين أسرة مستمدة من الفقه الإسلامي تترى منها قانون 1943 قانون 1946 قانون 1951 قانون 1953
قانون 1956، قانون 1957، قانون 1959، قانون 1984. هذه بالنسبة لبعض الدول الإسلامية التي استمدت يعني أحكامها في مجال الأحوال الشخصية من الفقه الإسلامي. ما ذكرته آنفا متعلق بالقانون الجزائري. ثلاث مثل نغدا كل ريفيرونساكي من القوانين قومي الإسلام نتمورا ثياض ثوريز مرغ دي وليون عند النظام ثمور ثياض ان الناس بلي ماشي القانون والقانون غفاد نسمسلاي فكر لي ريفيرونساكي من القوانين نسن باش كل يوم يعقل مانيس كل يوم يروح القانون ينس، ولكن الحمد لله ياكل القوانين قومي الإسلام جذن الاحكام الشرعيه سي الشريعه الاسلاميه نمس فهم صافي ثوره يتمثل الفارق هو 84 84 افون 84 قبل 84 انستقسي يزات جديس نغالا سدير ميموت غنكيني اداس يلي سنمياكي نسى يموت قبلي واه اذ يروح هذا يورث اذ نتقن وراويو اسين تساوي ضرا اذ نتقن كلوي اسين حبس فاثون يزات والزرام زيك اول ذوال اوال يسعى غزال وري حوايج الوثيقه ثورة قارناش الثقه في الوثيقه وري حوايج الكذب وري حوايج ذوال اوال وربنا في سوره قاف الايه 18 ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اوال يسعى غزال. ولكن ثورة لا ثورة ابري 84 بعد صدور قانون 1984 لم يعد يعترف بهذا. لازم نقول لك لازم الآن لا نحتاج إلى وصية الجد، سي اوتوماتيك سي اوتوماتيك وكي وصية بحكم القانون بحكم القانون معناه لا ترفع لي زرتي 4 مواد المادة 169 170 171 172. موضوع التنزيل لي التكنيك ني وعرنت شويه ماشي جالس كانت نشرح اثنتنج انا ما نغرى شويه انلحى شويه ذي المواريث ابري اغسهلنت ما دنفك لي زيكزيرسيس ني ثورة زميراره وكاسي تشرح ثوره قليله راه يفهمن صافي نفضل اسجل ماذا الوقت ني شوفوا تسكان الحاله السادسه من حالات بنت الابن مؤجله نرجئها الى غايه دراسه موضوع التنزيل ونفصل تفصيلا يومها إن شاء الله وقدر. هكا ثورة يشبه بدنا بعض المسائل مباشرة أنخدم تطبيقات أنفذو كان سيوثن تطبيق وين يكون الزوج أب أم بنت ابن أكذ ابن طيب نبداو مثلا ماتت عن زوج بون ماشي دائما دركازي قلت مثلا ثورة نقلب شويه ثموت مطص سجاد دركازيس سجاد اب فافاس سجاد ام سجاد بنت سجاد بنت ابن سجاد بون نخدم كانك نج كان داك دائما نخدم هكذا باش يسهل يعني بطريقه منهجيه هذا باش كل يوم يقوم كانيس معنى ذاكي نضع تشكيلة الورثة زيرتي ذاكي نخدم الأنصبة ثلث الربع السدس إلى آخره ذاكي نخدم أصل المسألة ذاكي نخدم الأسهم ذاكي نخدم ليزوبيراسيون ثياب ما إلا تصحيح ما إلا تصب شغلي قلان لذلك أنا عندي طابلو زرا مشان نخدمو طابلو ياكي ما إلا نخدمو كطابلو كالمذيهين نغامش خاطر إلا قد سيزداد ثياكو باش تفرزت تمثلت. طيب الزوج كم يرث هنا؟ شحال يورث ورقاز؟ الحمد لله الربع. ها وين ندير الربع؟
لماذا الربع؟ خاطر في التعليل لوجود الفرع الوارث، صح؟ لوجود الفرع الوارث، خاطر سجاد الدريه، سجاد يليس، سجاد يليس نميس نسات. الاب شحال يورث ذاكي؟ السدس فرضا زائد باعين، خاطر لوجود الفرع الوارث المؤنث. الاب يرث السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث، هكذا درسناه. الام كم ترث؟ ثيمات ان سيزيام السدس. أيغر لماذا لوجود الفرع الوارث؟ قلنا الأم ترث السدس في صورتين، الأولى عند وجود الفرع الوارث مطلقا لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولد تكون ولد معناه ذكر ما أنثى. ماذا الصورة الثانية؟ عند وجود جمع من الإخوة أو الأخوات مطلقا. كي نقول مطلقا معنى إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات أو إخوة من الأم أو أخوات من الأم أو إخوة من الأب أو أخوات من الأم. يكل احتمالات يوم بوال سامبليفي هذه مطلقا يوم بوال يعني يبغي كلش. كم ترث البنت هنا؟ ترث النصف. يا أخي نغرس الساقي الحمد لله، يا أخي نغرس حال وإن كانت واحدة فلا نصف. إما بنت الابن كم ترث؟ ان سيزيام. صاحت والشاطرين، خاطر قلنا ذاكي هذيك المعادلة المجهول واحد صح؟ ترث السدس. حنا كيفاش نقولوا؟ ترث السدس تكملة للثلثين. ترث السدس تكملة للثلثين. أيضا علماء الفرائض غير دينا ولاقي زي ذي القرآن دينا ربي وإن كانت واحدة فلها نصف. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك دوتير وإن كانت واحدة فلها النصف. لذلك كان الصياغة فرضية دقيقة نند بنت الابن ترث السدس تكملة للثلثين عند وجود البنت الصلبية الواحدة، خاطر لا يوث أتسوي في قلان صافي ما نخدم ان دومي ارنويا سان سيزيام هذه فا دو تير النصف زائد السدس يساوي ثلثين. تساقي المسألة ثورة وكذا قاصن الورثة وكذا قاصن الأنصبة كل يوم ذي مور يعني كون ذا موريس ثورة أنشم ذي أصل المسألة. أصل المسألة معنى المضاعف المشترك الأصغر ما هو؟ الربع السدس سدس 12 صاحيته. هذا هو مكانيس، هذا مكانه نكتبوه هنا ألف ميم. أصل المسألة 12. من بعد نسوفر الأسهم كل شحال ريوسي 12. الربع 12 شحال؟ 3 صاحيته. هذا هو مكانيس ذاك تجر. السدس 12 2 زائد زرا شويلة مع شويلة. الأم السدس 12 2 ان دومي 12 نصف 12 6 سدس 12 2. كي نجمعوهم 3 زائد 2 زائد 2 زائد 6 زائد 2 يساوي 15. صافي نقول ذاكي المسألة عائلة. ما معنى عائلة؟ معنى عالت من أصل 13 إلى أصل 15. وقلنا 12 يعول فردا لا زوجا وترا لا شفعا، يعول إلى 13 يعول إلى 15 يعول إلى 17. علم الفرائض دقيق جدا. معناتها لو كان نلقاو هنا 16 معنا غلطنا، لو كان نلقاو 18 غلطنا، 14 غلطنا. لازم يا 13 يا 15 يا 17
كاين 3 بروبابيليتي 3 بوسيبيليتي فقط، وهذا وجه من وجوه الإعجاز كما شرحنا بعضه فيما سبق. صافي المسألة الأباسين ولاش راين تفرع اتفقنا هكذا. إذن هذه مسألة من مسائل بنت الابن. ثم بعد ذاك يفد لكن تبغيض اكسوا روا إلى أن تنتهي جميع الاحتمالات الممكنة أو المشهورة على الأقل في ميراث البنات وبنات الأبناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.